برنامج اجتماعي ثقافي نفتح فيه نافذة على قضايا المجتمع الإريتري ومشاكله وهمومه، نسلط الضوء عليها، نطرح الأسئلة، نبحث عن الأجوبة من خلال استضافة أهل الخبرة والاختصاص. برنامج نافذة نناقش بموضوعية وشفافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام عبر قناة الوفاق الفضائية في برنامج نافذة. نستكمل في هذا الجزء رحلة الموت التي يحكيها لنا الشاب أحمد، وهي رحلة الموت للشباب الإريتري، وقد وافق مشكورا أن يشاركنا صوتا وصورة تجربته ورحلته في الخروج من إريتريا حتى وصوله إلى الغرب. نواصل مع الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك مجددا، مرحبا بك أستاذ أحمد، تفضل. على طول أنا أخذت أجرت تاكسي ورحت على المكان اللي دلني عليه حامد، ومن هناك طوال رحنا على مدينة سبراتا اللي أنا مشيت لها أول مرة، يعني 2013. يعني رجعت لها من جديد لأن هي الجيف أو المكان اللي بتتحرك من الباخرة. المفروض نتحرك بعد أسبوع، بس قال يا أخي الجو مش ظابط، في يعني مش هذا البحر مش هذا وكده. قعدونا حوالي أسبوعين، يعني من المهم اليوم ظروف الرياح ولا الأمواج وكذا يعني. هم قالوا كده، مش عارف إذا هو حق ولا لا، حقيقة ولا لا. هم قالوا يا أخي الجو يعني مش مية كعب وكده. طيب متى كان هذا؟ نحن الآن في سنة، ده كان في شهر 11 2015. 2015 نعم. بعدين طوالي يعني طلعنا الباخرة في ليلة تقريبا الساعة 1 بالليل ولا الساعة 12، المهم نصف الليل. أول طبعا لو أنت مثلا حتاخذ الباخرة الكبيرة أو الباخرة اللي هي معقولة، الأول بتاخذ باخرة صغيرة، بتاخذك من الجيفة من الشاطئ، بتمشي بك مسافة حوالي 10 دقيقة كده، بعدين بتمشي للباخرة الكبيرة. يتم نقلكم من باخرة صغيرة أو قارب الصغير إلى الباخرة الكبيرة. بالضبط. يعني الباخرة ممكن تاخذ الصغيرة أو القارب المطاط بياخذ حوالي 20-30 نفر في كل دفعة، مش كبير يعني المشي معقول. هو بياخذك بيوديك للباخرة الكبيرة، من هناك أنت تركب يعني وتجتمعون هناك. الكبيرة هذه كم تحمل تقريبا؟ إحنا كنا فيها تقريبا حوالي 600 شخص أعتقد. 600 شخص، حدود 600. وكيف تجلسون؟ يعني هل هناك متسع مساحات؟ لا ما كان في متسع، المهم تقعد كده أنت هناك، وطوال في واحد طوال يقعد قدامك، يعني الفاصل بينك وبينه ممكن 2-3 سنتيمتر، ما في يعني. بس هو ممكن افضل من السيارات اللي جينا بيها عبر الصحراء. طوالي بنركب على الباخرة الكبيرة، ومن هناك بعد ما يكتمل العدد نتحرك. الآن هنا عملية النقل هذه أحيانا كنا نشاهد فيديوهات وتحدث عمليات الغرق هنا عندما يبدأون ينتقلون من القارب الصغير إلى الكبير، وأحيانا تكون يعني قوارب إنقاذ مثلا للدول الأوروبية، فهي فقط ترسل لهم السلم وتنظر إليهم يتسابقون إليها، من صعد ومن غرق في البحر غرق. في الباخرة بتاع السماسرة تقريبا ما يحصل، أنا ما حصل سمعت إنه في باخرة غرقت في وقت إنه المهاجرين. لا أنا فقط حتى أقرب للمشاهد، يعني طبعا هذا لأنه سمسار، لكن هناك فيديوهات قد ترى أن ما يسمى بخفر السواحل لبعض الدول الأوروبية، والمفروض أنها الآن سفينة إنقاذ. نعم. بدلاً أن تنقذهم ترسل لهم فقط السلم وتنتظرهم. أنا أتفق معك في باخرة الإنقاذ ده بيحصل، بس في الباخرة بتاع السماسرة ده ما يحصل، لأنه الشغل شوية يكون فيه يعني معك، يعني في الباخرة اللي أنت فيها في الليبي، فالمهم يعني الشغلة يكون فيها شوية نزاع، المهم تركب. بس في الباخرة اللي أنت قلت عليها بتاع الإنقاذ ده بيحصل يعني كثير جدا، لأنه وقتها أحيانا
في باخرات يعني ناسها ما يكون مثلا مسؤولين للدرجه، بس هم بيعملوا عمل يعني المفروض يعملوه. فمثلا زي ما قلت بينزل لك السلم وخلاص يعني. فالناس وقتها يعني حيكون شغل ايه يعني اتبع ايوه القوي ياكل الضعيف، عرفتي؟ يعني كل من له قوه يستطيع انه هو يمسك بالسلم ويركب حيركب، فالناس كلها حتميل على جهه واحده وكده حتتقلب. بس في الباخره من الصغيره للكبيره اللي هي اللي انت حتسافر بها، ده ما اظن، ما حصل سمعت حصل وما اعرف، لانه ما حصل شفت او ما حصل سمعت بالحكايه دي. ده ممكن عادي نجي نحن بعدين يعني الباخره نحن استقبلتنا هي نحن استقبلونا كيف عشان احكي لك. بعد ما نحن ركبنا على الباخره الكبيره وكان معانا سيدي سمسار اسمه عبد السلام، ده برضه سمسار مشهور ومعروف في ليبيا. عبد السلام اريتريا، عبد السلام مدهاني عبد الرزاق، دي من الاسماء المشهوره في ليبيا يعني، خاصه في وقتنا نحن. كان معانا في الباخره، المهم مشى معانا مسافه حوالي ساعه او ساعه ونص قول كده. بعدين هو رجع بعدها نحن بحوالي 3 ساعات على ما اعتقد شفنا الباخره بتاع الانقاذ يعني الباخره الكبيره. فطوال قلنا احنا خلاص معناها كده قربنا يعني الموضوع مش حيطول بينا. المهم حبه مشينا قربنا على الباخره الكبيره. المهم هم شافونا من بعيد عملوا فينا كده يعني ولعوا فينا ببطاطير وكده، وقال لنا يا اخي انتم مين يعني. كان في معانا شباب المهم اتكلموا نحن، قال لهم نحن مهاجرين وماشيين اوروبا وكده. قال لنا خلاص. وطبعا قبل ما هنا بعد ساعه ونص رجع مننا عبد السلام بباخره حقه يعني مع الليبيين بالباخره الثانيه. يعني بعد ساعه ونص من تحركه معانا رجع. يعني نحن بدون عبد السلام او السمسار اللي كان معانا اتحركنا حوالي 3 ساعات او 3 ساعة ونص. طيب وهل هناك هذه السفينة الآن التي تسير بكم هل في قبطان لها طاقم؟ نعم فيها تقريبا في سائق تونسي ومعه مساعده. وهو أيضا يريد اللجوء أو كيف يكون وضعه؟ هو على الأغلب ممكن شخص هنا عادي وما عنده علاقة باللجوء، ممكن عادي يجي أوروبا، عنده نية يجي أوروبا ممكن بعدين يرجع أو حاجة زي كده. المهم في النهاية هو ممكن يكون مدفوع أخذ حقه، أكيد ما في حاجة بالبلاش. ف بس لما وصلنا لهنا طوال هو دخل معانا لما وصلنا الباخرة الكبير عشان ما يتعرفوا حاجة زي كده، دخل بيناتنا واوريدي يعني انت اصلا ما بتعرف مين السايق. يعني نادر ما تعرف انه السايق فلان او تعرف شخصيته او حاجه زي كده. هو الرجل يعني مغطي وشه كل شيء. عشان بعدين لما لا قدر الله وصلت زي انا مثلا لو جات باخرة الانقاذ او حاجه زي كده طوال هو بيقلع لهنا ويخش زيك يعني تحس كانه ما عمل حاجه ولا شيء. يعني لو ما عمل كده ممكن في ناس بتجاسس بيك، عرفتي؟ ايوه يعني بتورطك رغم انك انت كنت صايع وكده طوال بعدين انت طوال بتروح الحبس وكده يعني. فبعد ما نحن وصلنا لباخرة الانقاذ يعني نحن قلنا لهم نحن مهاجرين وماشيين على اوروبا، قال لنا خلاص الحين شويه الوطاه مظلمه اصبروا لغايه. باخرة الانقاذ هذه تابعة لمن؟ مش عارف بالضبط لمين، بس المهم فيها العالم الاتحاد الاوروبي وكده يعني. المهم كلهم خواجات يعني الواحد ما في طريقه كيف. فالمهم قال لنا انتظروا لغايه ما ايه الارض تكون شويه عم تصبح وبعدين احنا حنطلعكم وحنجيبكم ندخلكم معنا هنا في الباخره. قلنا لهم اوكي. في اللحظه دي كان طبعا الباخره كانت خليطه ما بين سوريين اريتريين صوماليين اثيوبيين وافارقه يعني من باقي هناك. المهم قعدنا هناك. الحين المشكله الصوماليين كمان بيجوا يكوركوا يقولوا الله اكبر ومش عارف ايه، واحد تقول له يا ولد يقول لك لا ديمقراطيه ومش عارف ايه. يا راجل انت حتودينا في داهيه ديمقراطيه هي المهم ما يسمعوا الكلام. لما تقول له كده انت هو بيفتكر انك انت يعني بتفرض عليه رايك او حاجه زي كده. بس الحمد لله اخيرا ربنا يعني هضاهم وقعدوا والناس يعني كلها ماذا يريد الصومالي؟ هو قلق يعني. هو فرح قال خلاص الحمد لله وصلنا روما. هو فرح ايه فمش عايز يقعد، عرفتي يعني مره يقوم مره يقعد كده. اخيرا قعد ويعني هدى من روعه زي ما بيقولوا. بعد ما الوطاه صبحت والشمس يا دوب طلعت، المهم الناس الباخره الكبيره حركوا الباخره بتاعهم وجاوا يعني قربوا علينا نحن وقال لنا كم بقيتم على هذا الوضع الساكن؟ تقريبا ساعه ونص كده. لان احنا وصلنا حوالي ساعه 5:30 6 كده
ولغايه ما الارض تصبح والشمس تطلع كده يعني حوالي ساعه بس. بعدها طوالي قالوا لنا خلاص اول حنركب الاطفال والنساء. المهم نزل لنا السلم وقال لنا بالراحه بالراحه. المهم الناس اللي كانت عندنا شويه ربنا اداها الصبر وكل شيء، يعني الناس قدموا النساء والاولاد وركبوهم واحد واحد، وبعدين احنا شباب ركبنا واحد واحد. يعني وكانوا معاكم فتيات؟ معانا نساوين، معانا اطفال، معانا شابات، معانا معاكم شباب. اطفال ايضا؟ اطفال اكيد. الباخره الثانيه دي فيها كل انواع البشر. اريتريين ولا من جنسيات مختلفه؟ من كل الجنسيات. اغلب النسوان كانوا من العرب سوريين، كان في معانا كمان مغاربه. يا اريتريات كانوا شباب، يعني شابات وشباب، ما كان عندنا نساوين باطفالهم مثلا. اريتريات ما كان معانا. النساوين كانوا عرب يعني بصفه عامه وفارقه كمان. اما الاريتريين اغلبهم كانوا شباب يعني من كلا الجنسين. بعدين ركبونا على الباخره الكبيره، والمهم يعني عملنا تسجيل ويعني تقول عليه انترفيو طب صغير. انتم الان يعني هل شعرتم انكم خلاص الان وصلتم الى بر الامان ام ما زلتم قلقين؟ الواحد شعر بالامان وكذا ضبط اموره. في ناس ادت ركع الشكر يعني في البحر اللي احنا كنا يعني خلاص الواحد قال الحمد لله يعني بعد ما في خوف. ان كان في خوف اللي هو 1% يعني انت ما بتعرف يحصل لك ايه بعدين بعد ما هم يعني. لانه نحن كنا بنخاف انه حاليا كمان بعد ما الواحد مثلا بيجوه ناس الانقاذ بعدين يمشي يطالع ويبسم هناك، وكمان بعد ما يجي ربع يتلخبط اموره كده. الخوف كان من هنا فقط. اما انك الموت في البحر وكده الواحد عداه الحمد لله وكده. يا فالباخره الكبيره طبعا قعدنا فيها يوم يعني وهي واقفه لغايه ما يسجلوا اسمائك وبعدين يدونا اكل وكده. عملوا لنا الرز وحاجات زي كده. المهم انتهوا من الامور دي، بيتنا هناك. بكره الصباح طوال مشي بينا. كيف كان تعاملهم معكم؟ والله تعامل لا كويس لا سيء. المهم يعني ادونا كده بلاستيك عامل زي البطانيه، بلاستيك اصفر. الاصفر ذاك؟ الاصفر ده انا مش عارف ايه السر وراه يعني، او الهدف من ايه. يعني الواحد محتاج وقتها يكون بطانيته كبيره جدا، بس هم بيدوك حاجه خفيفه يعني بلاستيك واضح يعمل طق 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 كده، وبعدين ممكن لو عملت له كده بيتقدى. ودونا شويه وجبه رز بالنهار كده. طوال بعدها الواحد اكل وقعد. المهم بيعاين للبحر، بحر ازرق وفي سماء زرقاء، يعني ما فيش حاجه ثانيه. تعاين كده تشوف صاحبك، تعاين كده تشوف صاحبك، غير كده ما فيش شيء. قعدنا في الحاله دي تقريبا يوم كامل. اليوم الاول وبعدين بيتنا. ثاني يوم طوال تحركنا على وين؟ على لامبدوزا. طوالي قبل ما نصل لامبدوزا. طيب يعني الان انتم في البحر كم استغرقتم في البحر؟ طبعا اليوم الثاني في ليله يعني تحركنا فيها من ليبيا اللي هي تقارب حوالي 6 ساعات قولي. وبعدين منها في باخره الانقاذ يوم كامل، يعني من الصباح لحد الصباح اليوم الثاني. يعني اكلنا فيها وشربنا وسجلنا كل حاجاتنا. ثاني يوم من الصباح هي اتحركت بينا يعني احنا لسه ما زلنا في البحر لغايه ما نصل لامبدوزا. عرفتي؟ يعني يومين ونص تقريبا كده. نقول يومين. يومين احنا في البحر. بعدين يعني الباخره الكبيره طبعا ما بتدخلك على طول في جزيره لامبدوزا، بتجيبك على ميناء صغير، ومن هناك يعني بينزلوك على باخرات اصغر من هذاك. يعني باخره بامكانها تدخل يعني قريب من الجزيره في لامبدوزا على الشاطئ. على الشاطئ. المهم من هناك كمان جابونا في مكان ميناء ثاني، ومن هناك عملوا يعني جابوا لنا باصات او حافلات، ركبونا هناك وودونا على لامبدوزا. كان في كامب او حاجه زي كده، نوع من النوع ده. الان بعد ما وصلتوا الى البر إيه. كيف كان شعوركم؟ زي ما انه قلت لك الان انتهت الرحله، الان الرحله وصلنا وانتهى الامر. الرحله لسه ما انتهت. حاليا في رحله الوصول الى وجهتك يعني. لسه لديكم طموح؟ رحله الصحراء والبحر انتهت.
حاليا في رحله القطار ورحله الباصات ورحله السيارات ورحله المواصلات العامه يعني. المشكله هنا يعني زي ما قلت لك الناس بتخاف ان هي مثلا تعمل بصمه في ايطاليا، والواحد مسكين يكون يحلم انه مثلا يمشي بريطانيا او يمشي السويد او يمشي المانيا او يمشي سويسرا او يمشي هولندا حاجه زي كده. فانت لما تعمل بصمه في ايطاليا كده الامور يعني كانك انت ما عملت حاجه. صحيح انك تعيش في اوروبا بس ما مستقبلك يكون شويه يعني مهدد. ايطاليا ليست الوجهه يعني. ايطاليا ليست وجهه. طيب ايطاليا نتوقف هنا فاصل قصير بعد ان وصلتم الى ايطاليا، ونستكمل من بعد ايطاليا داخل الاراضي الاوروبيه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، نعود اليكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام نعود إليكم في الجزء الأخير من رحلة الموت يرويها لنا الشاب أحمد، يروي قصته كيف وصل من إريتريا إلى السودان ثم ليبيا حتى وصل إلى لامبدوزا بإيطاليا. مرحبا بك أستاذ أحمد، تفضل. يا هلا وسهلا. طبعا كنا توقفنا في إيطاليا في لامبدوزا. نعم. بعد ما وصلنا لامبدوزا يا دوب بدأت رحلة الانترفيوهات ورحلة المقابلات والاستكشافات عن نفسك صحيا جسديا كل شيء. طبعا قعدنا في لامبدوزا تقريبا حوالي 4 ولا 5 يوم ما أعرف بالضبط. في كم اليوم ديل يعني كلها كانت عبارة عن لقاءات، استكشافات جسمك، ملابسك، أي حاجة يعني فيك طوال بتتفتش. يعمل لك لقاءات جيت من وين، أكثر من لقاء، بتعمل بصمات، حاجات كثيرة جدا يعني الواحد ممكن ما هنا. بعدها طبعا في الفترة يعني على الأقل أنتم الآن وصلتم إلى الجزء الأهم اللي هو أصبحتم تأمنون على أنفسكم، يعني الأمان الجسدي على الأقل لنقل. الأمان الجسدي والفكرة أن الواحد ممكن يحصل له أي شيء إنه هو يموت في الصحراء أو البحر، ده الموضوع خلاص اتعدى. نعم. يعني الشيء المخيف حاليا هو أنك أنت كيف بتتخارج من إيطاليا من غير ما يكون عندك أي بصمة، كيف تصل وجهتك من غير ما بتصادفك أي عوارض. لأنه في ناس كثار جدا إنه لما وصلوا إيطاليا عمل بصمة هناك وخلاص يعني قاعدوا في إيطاليا، وإيطاليا بلد معروفة لكل الناس، يعني الواحد لا يقدر يعمل فيه شيء. وهم لما مشوا من إيطاليا مدينة ثانية حصل لهم مشاكل لأنه عندهم بصمة في إيطاليا. فأي دولة مثلا تجي تقدم عليها لجوء بتقول لك لا أنت يا حبيبي عندك بصمة في إيطاليا، أرجع لإيطاليا. فالخوف الوحيد يعني بعد لامبدوزا هو كان الواحد ما يحصل له مشكلة على أساس إنه تورطه في إيطاليا. فنحن بعد ما وصلنا في لامبدوزا. طيب الآن أنتم هل كان هناك برامج للتأهيل أو الإعداد النفسي أو الاحتواء النفسي أو جلسات أو شيء من هذا القبيل؟ في لامبدوزا لا، لامبدوزا عملوا فقط كشف صحي أي حاجة، بس ما في حد قال مثلا أنت فيك كذا أو تعال نعمل لك حاجة زي كذا، يعني تأهيل مثلا يعني أو استكشاف صحي عن جديد مثلا يعمل لك تحليلات وكذا. ما عملوا لنا لأنه لامبدوزا مش المكان، يعني ما في أصلا المكان اللي نحن كنا فيه أصلا ما كان فيه مستشفى ولا أي حاجة. المهم يعني هي أشياء على السريع عملوها لك. وبعدين ماذا عن المرضى؟ هل يعني كان بينكم بالتأكيد مرضى؟ مرضى كانوا فيه صحيح. زي ما قلت لك بس عملوا لهم الكشوفات، وهم عشان لامبدوزا دي محطة سريعة جدا إنه الواحد يقعد فيها يومين 3 لو بالكثير 4 5 يوم.
بعدها على طول تمشي مكان ثاني، من هناك ممكن يكون عندك علاجات ويكون عندك استكشافات يعني اكثر واكثر، بالضبط زي ما حصل عندنا. هو نفسه معسكر لامبدوزا هذا لا انت لامبوزوس جزيره يعني صغيره جدا، منها بيودوك مثلا داخل ايطاليا حسب المكان اللي انت وصلك يعني. طيب ما نحن هي قصة معسكرات الموجودة في لامبدوزا؟ هناك أيضا قصص فانا ما عندي ما عندي اي فكره عن معسكرات لامبودوزا. لم تسمع حتى من الشباب الإريتريين الآخرين مروا آه، فيها؟ لا اللي سمعته كلهم اغلبهم يعني او اللي صادفتهم كانوا معي في نفس الكامب اللي انا كنت فيه. وده طبعا ما كان في اي اجراءات غير الاجراءات الصحيه اللي نقدر يعمل لك كشف، بيعمل لك لقاءات يعني معلوماتك الشخصيه، شويه انترفيوهات صغار وكده يعني، ما في اي حاجه غير كده. بس بعدها بيوزعوك على نقول يعني كامبيات ثانيه داخل ايطاليا. مثلا نحن رحنا على قريه او مدينه صغيره اسمها سيكوليانا، برضو بعيده جدا من روما، حوالي اكثر من 13 14 ساعه. نحن مشينا هناك وحطونا في كان مكان يعني كان زمان هوتيل، حاليا غيروه بيجيب عليه اللاجئين وكده. في الهوتيل ده طبعا عندك دكتور وعندك اي حاجه، اكلك يجيك جاهز، شرابك يجيك جاهز، عندك غرفتك، كل غرفه ممكن فيها نفرين ثلاثه حسب توسيع الغرفه يعني عن المساحه. هنا ممكن الواحد اذا هو مريض حاجه زي كده كان بيتعالج، بيدوك ملابس، عندك غساله بتغسل فيها ملابسك. يعني هنا الحياه بقت كويسه، عندك ميدان ممشي اذا انت مثلا عندك هوايه رياضه بتمشي تلعب. هنا الامور كانت كويسه. نحن من لامبدوزا يعني لقينا او استنانا برنامج اللي هو من منظمه الهجره العالميه، انه اللاجئين اللي يجوا مثلا من 2015 تقريبا من شهر 9 او حاجه زي كده، انه هم مثلا يقعدوا في ايطاليا بيتوزعوا على دول الاتحاد الاوروبي. انا الموضوع ده لما كنت في ليبيا سمعت عنه، بس في ناس خافت لما وصلت الى ايطاليا لانه هي ما عندها اي فكره عنه. ففي ناس عملوا الموضوع ده وبعدين مشوا لحالهم دوله ثانيه وتورطوا هناك، لانه قال لهم يا اخي انتم عندكم بصمات في ايطاليا وارجعوا. نحن بس قعدنا هناك. في البدايه الامور كان ماشيه تمام، الموضوع كان ماشي كويس. في ناس مشت في خلال اسابيع، في ناس مشت في خلال شهر، في ناس مشت في خلال شهرين. انا الحمد لله من الناس اللي مشت في خلال شهر. يعني تعمل الانترفيو، تعمل اللقاءات، تعمل هنا كل تحليلاتك بحاجاتك كلها، اوراقك بتوزع على الاتحاد الاوروبي، بيشوف اي دوله قبلتك. يعني هولندا من دفعتنا قبلت حوالي 50 شخص، من ضمنهم انا واحد يعني. فانا الحمد لله ما شفت اي مشكله يعني انه اجي على هولندا. بس لو كان بمرادي انه انا مثلا اجي هولندا او المانيا او السويد او اقول بريطانيا كمان حتى هذه اللحظه يعني معاناتها كبيره جدا. لانه انت اصلا ما عندك اي اوراق. احيانا ممكن تمشي فرنسا يعني انا مش عارف ايه سر الناس تمشي ليه فرنسا، اي واحد عايز يمشي حته طوالي بيجي على فرنسا. مدينه كاري دي ممكن عباره عن مكان يعني نفاية للاجئين، يعني اي شخص يمشي هناك بيقعد له اسابيع او شهور كده، يعني حياه دنكه، اكل صعب جدا، احيانا في ناس بتنام تحت الكباري، حتى القطارات يعني حياه صعبه جدا. احيانا الواحد انك انت ما تدفع اي تذكره عشان ما ينزلوك مثلا بتدخل على الحمام، حاجه زي كده. مثلا لو جينا على بريطانيا انك انت مثلا زي ما كانوا بيعملوا لنا في ليبيا بيدخلوك مع البضاعه في شاحنات، عرفتي؟ فدي الحاجات اللي المفروض مثلا تحصل لي انا لو انا شخصيا مثلا حاولت ابرع على ايش يعني اجي للوجهه اللي انا عايزها. فدي الحاجات انا ممكن ما مريت فيها وما اقدر اوصفها لانه ما اعرفها، دي حكاوى من الناس او من شخصيات مرت بالطريق اللي انا مثلا سمعتها منهم. فدي القصه اللي من اوروبا يعني عشان يعني داخل اوروبا عشان انت تصل وجهتك. طيب الآن بعد شهر بعد شهر إلى هولندا. بعد شهر انا استقبلتنا هولندا وقالوا خلاص الشخص ده نحن عايزينه حبابنا يعني مرحب به. طوال هولندا رسلت شخص من هنا ومعه مترجم عشان هناك في ايطاليا في العاصمه روما يعمل لنا لقاءات ويعمل لنا انترفيوهات. يعني ده انترفيو جد يعني هو اللي بيحدد ده انت يعني
في مشكله مع كم حاجات. شابا كنتم من اريتريا؟ قلت ايه؟ كم من الشباب معك من اريتريا؟ أم، من المكان او الكامب اللي احنا كنا فيه تقريبا كنا حوالي 7 شخص تقريبا. بس في العزمه هناك في روما في الكامب اللي احنا مشينا له استنونا حوالي اكثر من كم 40، يعني كلنا توتال يعني مجموع العدد كنا 50 شخص. يعني في ناس طبعا جو معي وفي ناس استنوني هناك في روما. وال50 شخص هؤلاء ماذا حدث؟ يعني هل تم توزيعهم أم؟ توزيعهم بالضبط معي، جو معانا بالضبط. يعني كلنا جينا مع بعض في طائره واحده من روما لامستردام. في روما طبعا هولندا بتبعت لك شخص ومعاه مترجم كل اللغتين، يعني العربي والتقرينيا والتقري تقرايت يعني. اغلب الاحيان في ناس ناطق غير التقنيه مثلا كاريتريين شويه عندهم صعوبه، خاصه اذا قلت انت انا مثلا عايز عربي شويه بيأخروك، في حين انه مثلا كمان يعني المترجم العربي اوفر من المترجم التقنيه مثلا. بس مش عارف زي ما بيقولوا هم ممكن بيشكوا او حاجه زي كده في شخصيه الاريتري. يعني لانه يعني لا يوجد للاريتريين لا يوجد مترجم الا التقرينيا؟ مش مترجم هو الواحد الاريتري اذا ما عرف التقنيه اكيد حيعرف العربي. ويوجد مترجم عربي؟ اكيد اذا ما مش اريتري لكن سوريين او هنا اكيد عندهم يعني مترجمين بالمليان، يعني ممكن اكثر من التقريني. لكن لو كان بس مثلا اريتريا من ضمن يتحدث من اللهجات الاخرى ولا يجيد التقرينيا او العربي سيجد صعوبه يعني. اذا انت اريتريا وتتحدث لغه غير التقرينيا وممكن ما بتعرف غير التقرينيا او ما بتعرف يعني ما بتعرف لا لغه تقرينيا ولا عربي، دي هنا ممكن اشكاليه عشان يجيب لك مثلا مترجم بلغتك المحل اللي انت بتتكلمها بلغتك الام. يعني اذا انت مثلا من ناطقين التقرايت شويه عندهم نقص مثلا في المترجمين، نفس الحاله البلين الساهو العفر الكنامه الحدار نفس هناك، فهنا شويه في اشكاليه. بس احيانا كمان تقريبا انا بسمع ان هم بيعكسوك. كان في شباب استنونا هنا في هولندا دخلوا مع ناس يعني زيهم، يعني هم قالوا نحن طبعا هم مواليد السودان فعشان كده قالوا يا اخي ما بنعرف التقريه، قال لهم نحن عايزين عربي، فشويه اخروهم بس ما البروسيس بتاعهم ما بقى حاجه، شويه اتاخر بس ما حصل لهم شيء، يعني جاب لهم مترجم عربي وعمل بس اتاخر من اقرانهم اللي جو معاهم. فدي اشكاليه انا سمعت عنها. لكن احنا جابوا لنا بلين تقرينيا عربي، يعني عندنا 4 مترجم وكلنا لحد يعني بلين ده جابوا لي شخص واحد فقط. تقرينيا طبعا كان معانا تقريت كنا حوالي 6 ولا كده شخص. العربي مع انه اغلبنا يعني كان بيتكلم يعني بالتقريت وهنا او التقرينيا او البلين. دي من الحناية. باقي الامور يعني هي اشياء كماليه، يعني رسل لنا كمان استاذه بتعلمنا عن المجتمع الهولندي وبتدينا معلومات جديده علينا نحن. في روما قعدنا اسبوع وبعدها يعني سافرنا على امستردام. طيب احنا الان في لما ايطاليا في حدث معين ولا؟ ايطاليا لا ما عندي في حدث معين. خلاص انتقلت الى هولندا. انا خلاص يعني بعد ما نحن عملوا لنا الانترفيو مثلا في سيكوليانا وقال لنا خلاص استقبلتكم هولندا وحيجوكم يشيلوكم، يعني وقتها خلاص كمان الخوف اللي كان عندنا مثلا نحن مثلا نعمل بصمه في ايطاليا ده كمان خلاص زاح عننا يعني. فبعد خلاص رحنا على هولندا من امستردام من روما وبدينا حياه جديده هنا في هولندا وكده ماشيين يعني. وبدأت حياة جديدة. ودي الحياه جديده يا دوب بديناها وشغالين عليها. أستاذ أحمد، الآن لو عاد بك الزمن هل تعيد التجربة مرة أخرى؟ أنا كأحمد أو شخصيا لو نعم بشرط إنه النسبة المئوية إنه أصل مثلا أوروبا زي ما كانت يعني في 2014، يعني إنه في نسبة كبيرة جدا إن أنا مثلا أصل هنا. لكن
في الوقت الحالي لا، يعني ما مش حقاطر، لأن النسبة ضئيلة جدا إنه أنا أسل محل ما عايز. بس كمان ده ما يعني إنه الواحد نشجع أو الواحد يمشي كده، بالعكس لا، إنه أنا ما بشجعش حد إنه هو مثلا يقطع الطريق ده على أساس إنه مثلا عايز يمشي هنا، يعني رغم إنه المخاطر كبيرة جدا، بس لا. طيب شيء يعني تشعر أنه أثر فيك وما زال موجودا حتى هذه اللحظة؟ الحادث، يعني أنا كلما أتذكر ليبيا أتذكر الحادث، حادث الصحراء يعني. حادث الصحراء، نعم. لأنه سبحان الله إنه هي عربية ماشية قدامك وفجأة كده تنقلب، وفجأة كده كم نفر يموتوا منك، يعني أنت ما تتخيلهاش طول عمرك. يعني فجأة كده ما بتلقى من أصدقائك وصحبانك 3 أشخاص، فجأة كده إنك أنت شخص كان ماشي معاك بيتكلم معاك للحظة طوال كده ما حتلقاه، طوال تدفنه بإيدك وتمشي منه. الناس اللي اتكسرت ركبتها، يدينها مثلا، رجلينها، الشخصيات دي أنا ما بتضيع من عمري. حتى في الحبس شخصيات كمان أثرت معنا جدا، يعني دقوهم من غير أي سبب. حتى كان في الصومال يعني كان يده يعني الشيء كان مضروب، يعني ضربوه بسلاح، يعني يده كلها يعني أقولها يعني مغلفة بهنا، عرفت بالقطن الأبيض هذاك اسمه إيه، يعني مصفوف وكده. فشخصيات زي كده، الحاجات المآسي اللي مرينا بها أنا ممكن ما أقدر أمسحها من رأسي. حتى كلام الليبيين يعني تعاملهم معانا برضو كمان من الأشياء اللي هي تحس كأنها بتتكرر، يعني مع إعادة الزمن أو حاجة زي كده. طيب في نهاية اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكرك أستاذ أحمد أن شاركتنا والجمهور هذه التجربة، وكنت واضحا وصريحا وتحكي بمنتهى الأريحية. لم نتعرض يعني في حكايتك لم تكن تعرض شخصيات أخرى للخطر، مما يدعو أن الآخرين يعني يخافون أو يحجمون عن الظهور مثلك. ونتمنى من باقي الشباب من يجد في نفسه الجرأة أن يخطو مثل أحمد ويشارك المشاهدين تجربته، لعلها تفيد القادمين من بعدكم. ونحن في نهاية هذه الحلقة نحن لا نعرض هذه القصة من أجل الترويج لها بقدر ما ندعو الانتباه للمخاطر، ونسلط الضوء للمجتمع أن ينتبه لهذه الظاهرة. وفي الجزء الآخر إن شاء الله من الحلقة سنستضيف ونحلل أكثر في هذه الظاهرة الاجتماعية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج نافذة، برنامج اجتماعي ثقافي نفتح فيه نافذة على قضايا المجتمع الإريتري ومشاكله وهمومه، نسلط الضوء عليها، نطرح الأسئلة، نبحث عن الأجوبة من خلال استضافة أهل الخبرة والاختصاص. برنامج نافذة، نناقش بموضوعية وشفافية.